عارفين مين اللي كتب مدايح العذراء؟ السلام لك يا شفيعة وأبدي بسم الله القدوس وأمدح في عذراء وبتول؟ واحد اسمه أبو السعد الأبوتيجي من أبوتيج منفلوط محافظة أسيوط. الكلام ده كان في القرن ال17. كان حد شاطر جدا في كتابة الأشعار والمدايح، وبعدها استقر في القاهرة في حي الأزبكية. بداية الشخص ده كانت بعيد خالص عن طريق ربنا، لأنه كان ساحر وكان بيوهم الناس باستعمال آيات من سفر المزامير في السحر ده، وده كان بسبب الجهل المنتشر في مصر في الوقت ده. وبسببه وصلت شكاوى للبابا مرقس الثامن اللي راح يفتقده بنفسه. وقتها أمر الشياطين إنها تحمل البابا لارتفاع عالي، وفجأة سابته، وجت ماما العذراء حملته ونزل سليم. وقتها أعلن أبو السعد توبته، لكن بعد فترة للأسف رجع للسحر تاني. وقتها أصيب بالشلل، وظهرت له أمنا العذراء مريم وقالت له إن هيخف لو ترك السحر. وفعلا طلب من ابنه إن هو يرمي كل كتب السحر في البحر. وبعد شفاه تاب وبقى شماس، وبقى يكتب مدايح وتماجيد لأمنا العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، وعمل كتاب لتعليم اللغة القبطية للأطفال، وتنيح قبل دخول الحملة الفرنسية القاهرة. وقتها بكاه البابا مرقس الثامن. ودي كانت حياة أكتر شخص كتب أشعار في أمنا العذراء اللي تحول من ساحر لشاعر.